ازيكم يا حبايب ام روفان؟ ازيكم عاملين ايه؟ دي قناتي الجديده، مش هقول لكم تاني يومياتي انا وجوز روفان. النهارده اول روتيني ليا، لا ده تاني روتين، لان اول روتين عزومه اختي، ده تاني روتين. في بدايه ما بقوم من النوم اودي روفان المدرسه وتغلبني، والضفيره اللي كل يوم تقول لي اعملي ضفيره. ماشي، فخلوكم بقى معايا واحده واحده كده، نبدا معاكم الروتين. انا هودي روفان المدرسه حالا، واجي بقى اغير بقى والبس بقى الاسدال بتاعي، وابدا بقى روتيني معاكم في التنظيف والاكل. فاهم حاجه؟ لايكاتكم واشتراكاتكم، دعموا روفان في قناتها الجديده يومياتي انا وجوز روفان. جيت من السوق يا جماعه، جبت ربطه بصل، طبعا عشان عارفين البصل دي الربطه دي جايبها بعض يعني، فانا اللي بصور. وهنا بقى ايه، لقيت بقى جمبري حلو كده، جايبه الكيلو منه ب 50 جنيه. طبعا انا مش هعمله كبيبه ولا اي حاجه ولا اقلي، هشوحه كده عشان روفان. لان ايه، هتقولي يا ام روفان ما انت قلت ان انت هتجيبي فسيخ ورنجه. لا، ده انا جايباه مع الفسيخ والرنجة، لان الحاجات دي مش بدي كده، لان هغسل مواعين. قلت فسيخ ورنجة بيجوعوا، فقلت احط طبق ايه اشوحه كده من الجمبري جنب الفسيخ والرنجة. عك بقى، لا احنا بنحب كده عادي. الجمبري ده الكيلو ب50 جنيه يا جماعه، والله ب50 جنيه، شوف ب50 جنيه. هشطفه بقى واغسله غسله حلوه كده بالملح والليمون والدقيق عشان ما يبقاش له زفاره. دي تاني مره اجيبه. وهنا البصل اغسله بقى. ابو محمد هو بقى هيجيب الفسيخ والحاجه، فقلت ايه اخلص اعمل الحاجات دي، وبعد كده ايه اوريكم اعمل ايه بقى روتيني ايه. اديت روفان وجيت عملت المطبخ اهو، بعد ما اجهز الحاجه اقوم ايه خارجه ايه اروق الشقه. فخليكم معايا يا حبايب ام روفان. هنشوح بقى الجمبري زي ما انتم شايفين، نحط بقى عليه الحاجه بتاعته دي. تشويح الجمبري يا جماعه، ده توم وبصل يا جماعه. هوريكم بقى طريقه تشويح الجمبري هو جنب الفسيخ والرنجة. عشان روفانينا بقى نحط حلقات التوم والبصل، ماشي، والتوابل كله ببعضه كده، والتوابل. هنا حلقات الليمون انا بعصرها كده، بعصرها كده يا جماعه اهو. وبتبدا ايه حلقات الليمون تستوي معاها، بتدي طعم جد حلو قوي. ولو في اي ريحه زفاره انت مش واخده بالك منها بتضيعها. طبعا نقلب كله ببعضه كده، هنقلب هنقلب. البصل انا غسلته يا جماعه، بصفي ميته عشان خاطر ايه ابدا احطه في الطبق لما ابو محمد يجي. عشان خاطر اوريكم الفسيخ والرنجه وانا برضك بنضفه. دي بقى ايه كده، خلصنا مرحله الجمبري. ابدا بقى اوريكم روتين اروق الشقه على بال ايه ما ابو محمد يجي، عشان اول ما يجي بروفان، لان هو اللي هيجيبها من المدرسه. اول ما يجي بروفان نبدا نقعد اهو يا جماعه. نبدا بقى ايه نوطي على النار، ولا نوطي ولا نعلي لحد ما تتشوح، وهرجع تاني معاكم. اطلع الهدوم، كنت انا غاسله يا جماعه دوره كده، فقلت اطلع الهدوم عشان ايه انشرها لحد ما الجمبري يخلص، بعد كده هدخل اروق. ده روتينات يا جماعه الست الشاطره المصريه العافيه اللي واخده على الشغل تقوم من بدري كده، لو وراها مدارس لعيالها ولا اي حاجه زي المروفان كده، تبدا تقوم كده تصحصح نفسها يا جماعه. النشاط والحيويه عند ام روفان، اللي عاوز يتنشط يدخل على قناه ام روفان وهيتنشط وقتي. فهنشر دول وارجع لكم. انا بقى خلصت الهدوم اهو يا جماعه ونشرتها. هننفض اهو يا جماعه. ماشي، انا خلصت الجمبري يا دوبك ايه لما ابو محمد يجي نقوم محضرين الاكل وكده. انا ايه روقت الشقه. هنا بقى بنفض الحاجه اهو، ادخل ايه امسح البلكونه. هنا بقى هنبدا نمسح البلكونه. شفت الفيو يا جماعه بتاع البلكونه جامد. نقعد بالليل هنا، وبعدين الجو بيبقى ساعة بس على الارض. هنا بقى نمسح البلكونه. ما بعملش شرشوبه يا جماعه، عندي شرشوبه بس انا قلت لكم قبل كده ما بحبش مسح الشرشوبه. الخيشه بتلم الوساخه وكله بتنضف البلاط. البلاط ده كنت واخده الشقه دي، كان البلاط فيه غامق يا جماعه، شوف تفتح ازاي. فخليكم بقى معايا نشوف هنعمل ايه تاني. هتقولي لي ام روفان انت عماله تختصري الدنيا وكده. انتوا عارفين يا جماعه ما بحبش اتعب اعصابكم. كل الناس بتنظف، كل الناس بتطبخ. حاجه لما يكون فيها استفاده او شديده او مش كل الناس بيعملوها، بعملها واحده واحده عشان الناس تتعلم. بس كل الناس بتعمل روتينات تنظيف وروتينات اكل. حتى يوم العزومه كل الاكل الناس عاملينه، بس كمان كان في ضغط عندي في العزومه ما عرفتش اصور حته بحته. بس عادي الايام الجايه تدخلوا بس عندي وتشوفوني واشوفكم تاني حبايب ام روفان، وهبدا بقى اعمل معاكم روتينات واحده واحده كده. خليكم بقى ننضف معاكم. همسح وارجع لكم يا جماعه. المدرسه هي وابو محمد الصراحه ربنا يخليه ريحني في حكايه اللي انا اجيب روفان من المدرسه. الحمد لله وجايب الرنجه والفسيخ اللي انا قلت لكم عليها جابها اهو يا جماعه. ايه يا روفان الحمد لله على السلامه. يلا استني يا جزمه هعدل لك هدومك. استني. الحمد لله على السلامه يا ابو محمد. الحمد لله على السلامه يا ابله روفان. الموبايل روفان حاجه روفان اللي بتعمل دي يا جماعه. الرنجه احنا نحط كله في الصينيه يا جماعه.
هنا بقى ايه لازم يكون الحوض معمول. دي الرنجة اهي طعمها تحفة. طبعا الفسيخ لسه هينضف. هنا بقى ايه كله بالبلد يا جماعة. طبعا يوسف عملت له سندوتشات جمبري فايه احنا اللي هناكل الاكل ده. دي الرنجة اهي طبعا ايه وده الفسيخ نضيف يا جماعة وننضفوها وننضفها. هنا بقى ده السمك ايه هنا بقى ايه السردين. طبعا السردين بيتعمل ازاي؟ انا بقطعه كده بايدي. الست المصريه بقى اللي ايدها ايه زي السكينه تقوم عامله كده ماشي كده 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 زي الفسخين. هناكل الحته ده كده يا جماعه كده. دي السردين اهو يا جماعه. طبعا الحاجات دي طبعا بتحب هاتي كده. الحاجات دي بتحب ايه؟ بتحب الليمون الكتير كده. ايه خلصنا ايه دول نبدا نحطهم. خليك عامل كده بقى ما تجيليش. نحطهم بس ثانيه على البوتاجاز لحد ما ننضف الفسيخ. شوف بقى الفسيخ ما جايب ابو محمد بقى يا جماعه. ما جايب ابو محمد ده الفسيخ يا جماعه. تعمل كده يا رفان. بسم الله الرحمن الرحيم. جايب فسيختين ايه جامدين. ريحتهم شكلهم ايه مع التقليد روعة. ده بقى نعمل كده. شفت الحلويات يا ولاد؟ حتة جايب البيت روفان. شفتوا؟ دي لها دلاعة. هو ده ما جايب ابو محمد. جميلة. يسلم ايدك يا محمد والله. يا حلاوتك يا ام روفان على فسيخك ورنجاتك يا ام روفان. ده السردين دي روفان. هاي روفان جت من المدرسه وغيرت عشان بتعشق. بقى اغسلي ايدك بقى وشمري ايديك قوي عشان خاطر ما تعزفي. دي الفسيخ والرنجه يا جماعه. نحطهم حاجه وناكل عشان رايحين الدرس. احنا هناخد شاور بعد كده عشان الريحه. فسيخ الصراحه دي لها دلاعه جامد. وهنا الرنجه وهنا السردين وهنا البصل الاخضر. حاجه كده فخر من الاخر يا جماعه. وطبعا روفان اول واحده هتقعد يا جماعه. طبعا انا ما بحبش اكل واصور فمعلش بقى. ومش انا قلت لك شمر. وده العيش يا جماعه والبصل الاخضر. البصل غالي يا جماعه. الربطه دي والله ب 10 جنيه بعد ما كنا بنجيب الثلاث ربط ب5. بس يلا الحمد لله. يلا بقى اسيبكم وارجع لكم بعد الاكل. هقول لكم اخر روتين. طبعا انا روقت يا جماعه. استنوا ثانيه كده. في الاخر برضك هصور لكم بعد ما روقت الشقه. فسيبوني بقى عشان انا في الفسيخ والرنجه ما بعرفش ابوي. فابو محمد على اخره بطنه بتصوصو. قال لي سيبيني بقى انا عاوز اكل. اخلصي واقفلي الفيديو. فانا هخلص الاكل وارجع لكم تاني يا حبايب ام رفيق. وده اكلنا النهارده يا جماعه. فسيخ ورنجه وسردين وبصل اخضر بقى وعيش. وده غدانا النهارده بقى. روتيناتي هترجع تاني. روتينات ام روفان بقناه يومياتي انا وجوزي وروفان. ده اكلنا النهارده يا جماعه. تعالوا كلوا بقى شويه فسيخ بقى على رنجه. طبعا الاكل ده كان الاول عاوزه توفري تقومي جايبه الاكل ده. لكن لو انت عاوزه تصرفي تجيبي الاكل ده. شويه اللي احنا جايبينهم دول يا جماعه والله ب 260 جنيه. وبصل يبقى 270. خليكم معايا. زائد جايبين ب 20 جنيه عيش. يبقى 300 جنيه بالظبط على القفل. في شويه فسيختين ورنجتين وشويه سردين. بس الواحد خلاص زهق من الفراخ واللحمه يا جماعه والله. قلنا نفصل. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش الاكل ده. فبحبكم بحبكم بحبكم. سلام. لسه جايين من الدرس حالا يا جماعه. قلنا بقى ايه انتوا عارفين كنا اكله الفسيخ ما كانش في وقت. لسه جايبينه جديد. جايبينه امبارح. طبعا ما كانش في وقت اللي احنا نختم الفيديو بعد المعاناه من الصبح. ترويق ودادان مدرسه وكده. قلت بقى انزل الدرس وبعد كده لما اجي اختم الفيديو. كنا الفسيخ وظبطنا الدنيا وضيعنا الريحه وخلاص. واحنا جايين بقى. انتوا عارفين ان انا بيتي قدام الكورنيش. روفان طبعا حمص الشام. كانت حمص الشام وما رضيتش تطلع بيها. عارفه اللي اخوها مش هيسيب لها منه حاجه. وانا جبت الكسكسي الجامد. جمدان ده. اول مره اكله يا جماعه. ما بحبش المكسرات فيه. ولا انا طبيعي ما بحبش المكسرات في اي حاجه زي الرز بلبن وكده. وقلت اجرب. انا اول مره اكل الكسكسي. حاجه كده جامده والله. حلو. الطبق ده 30 جنيه بس جامد. كنت بقى اختم الفيديو معاكم بقى يا جماعه. وباكل الكسكسي ده الجمدان ده اللي مش مقطعه كله. عشان ما تنسوش قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا القناه الجديده يا جماعه. يومياتي انا وجوزي وروفان. دعموني كتير كتير كتير. وروفان رجعت بتعمل لكم تاني بروتيناتها بحلوياتها بطعمياتها. استني الباب بيخبط.
بتاع الغاز اللي بيخبط جالنا 70 جنيه، حلوه قوي والله. فاهم حاجه، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، قناتي الجديده يومياتي انا وجوزي ورفاق. دي قناه الاشتراكات جديده يا جماعه، ولايكات والنبي لايكاتكم كل بقى، حاجة. دعموني زي ما دعمتوني في القناه القديمه. ناس كتير قوي وحشتني والله، ونزلت تاني بتألقي عشان اشوفهم لانهم وحشوني جمدان جموده. وحشوني ايه؟ لا جدا وحشوني جدا جدا. جدا جدا جدا. جدا جدا. فلايكاتكم بقى اشتراكاتكم عشان خاطر ام روفان وجوز ام روفان. يلا بحبكم بقى. باي. استنى بصوا هموت واكمل بقى ايه هزلة الكسكسي ده. بحبكم، اكتبوا لي في الكومنتات تنسوش تعملوا لايك. مين اللي بيحب الكسكسي زي ام روفان. انا اول مره اكله اساسا وحبيته. باي باي.